خلونا نكتشف قصة عمرها 700 سنة تربط تركيا بآسيا الوسطى. قصة كانت مخفية قدام عيوننا كل هالوقت. كتير ناس بتفكر إن الأويغور في تركيا وجودهم جديد، بس شو لو الحكاية أقدم من هيك بكتير؟ الحكاية هاي بتبدأ من 700 سنة، بتاريخ كان حرفياً قدامنا كل هالوقت. في 2015 احتفالية بسيطة كشفت عن رحلة قديمة وصلة تاريخية عميقة الأغلب كان نيسيها. القصة كلها بتبدأ مع الإمبراطورية المغولية، وهناك الأويغور كان لهم دور أساسي في إدارتها. بعد الغزو المغولي حكم الخانيون الأناضول، بس مع الوقت سيطرتهم ضعفت. وبفترة الفوضى هاي تم تعيين حكام أويغور أقوياء عشان يحافظوا على النظام هناك. وواحد من هالحكام علاء الدين أرتنا استغل الفرصة، قاد ثورة وأسس حكمه المستقل، وهيك أسس دولته الخاصة، سلطنة مستقلة حكمت تقريباً نص قرن. المؤرخين وقتها وصفوه بالحاكم العادل والمحبوب اللي جاب النظام بعد الفوضى. بس الدليل الأقوى على القصة هاي مش بالكلام، لا، الدليل منحوت بالحجر. طيب خلينا نشوف جامع بنيان، بناه واحد من الحكام الأويغور اللي سبقوا إرتانا. لاحظوا النقوش الحجرية فيها رؤوس ذئاب، وهاي رموز مأخوذة من تقاليد آسيا الوسطى. وهذا الطراز المعماري الفريد منشوفه كمان في مقابر قادة إرتانا وعيلته. طيب خلينا نقدم الزمن 600 سنة. بالستينيات انفتح فصل جديد بالقصة. سنة 1965 تركيا استقبلت حوالي 2000 لاجئ أويغوري، والمفاجأة إنهم سكنوا في قيصري. وهون النقطة المهمة، هم ما كانوا رايحين على أرض غريبة، كانوا راجعين لموطن أجدادهم. هذا المجتمع الجديد اندمج بسرعة وصار جزءاً مهماً من النسيج الثقافي لتركيا. يعني القصة هاي بتورينا كيف التاريخ مش بس ماضي، هو اللي بيشكل هويتنا وشعورنا بالانتماء اليوم. وهذا بخلينا نفكر، يا ترى كم في قصص تاريخية عميقة زي هاي لسه ما اكتشفناها؟